عندها مشكلة مع زوجها، لما تجيك بنتك أو تجيك بنتك عندها مشكلة مع زوجها، أول إشي تعملوه توقفوا معها. أنا أصدقك وأكذب عيني، هيك تقول. هذا الشعار. تقول لبنتك لو أنا شايفك غلطانة أنا أكذب عيني وأصدقك. قولي وأنت عندي مصدقة. هيك. هذا الإرشاد الأسري الحقيقي. لذلك من أكبر مصائبنا في الإصلاح الأسري في عالمنا العربي إيش؟ مسك العصا من الوسط. يحب يكون إيش؟ قال إنه هو الدكتور. أيوة، المحايد. الدكتور المحايد اللي قادر يسمع. لا، أنا أقف مع المظلوم لما أشيل عنه الظلم بعدين أحاسبه. هذا المصلح الأسري الحقيقي الذكي الفهمان الشجاع اللي دارس علم نفس صح، ودارس سيرة نبوية صح، ودارس النفس الإنسانية. أنا أشيل عنك الظلم بعدين نتناقش. تقف معها تجيك وتبكي تقول لك يا بابا وبده يخيا، يعني أي شيء. طب بس ما أنت استفزتي. شوف جملنا هاي الكارثية للبنات. صح، أنت استفزتي. في زلمة يجي من دوامه تعبان، مرته تقول له امسك أولادك. طب اصبري لما يرتاح. طب بس فات عليكي ما استلمتيه صار. طيب ما هي مضغوطة. طيب ما انت طول الاسبوع من السبت للخميس، ويوم الخميس لما تروح تروح تسهر مع اصحابك، ويوم الجمعة لازم تروح عند والدك ووالدتك واخوانك وكذا. طب هي متى وقتها؟ طب يا دكتور هذا ابوي وامي واخواني واخواتي واصحابي، اقطع حالي عن العالم؟ زوجتك اولوية. تتوقع اننا ظالمين النساء دكتور في عالم؟ لا، انا لا اتوقع. انت تؤكد؟ لا، انا اؤكد ان النساء ظالمات حالهم لما قبلوا هذا المستوى من العبودية. طبعا انت المشكلة. انت لما قبلتي هذا الدور، ما هو انت في الخطوبة تنازلتي عشان ايش؟ تمشي الامور. انا الحياة تمشي. عرفت كيف؟ ما هي امها للاسف شو قالت لها؟ سلكي. نفس تجربتها. ماشي الامور. والبنت غلطانة لما قبلت تمثل لك ما تسلكي.